السلام عليكم، أهلًا بيكم في فيديو جديد وأفكار جديدة لللانش بوكس. في بداية الفيديو بس حبيت أوريكم شوك جديدة أنا جبتها للأطفال من شين. جبت لهم الشوك دي على شكل حيوانات وعجبني إن حجمها كبير، وجبت لهم كمان شوك تاني من العينين. إحنا عندنا already بس في شوية ضاعوا فحبيت أكمل المجموعة، وعندي الأطفال بيحبوا أوي القطط فجبت هنا شوك كمان على شكل قطط وعجبتهم جدًا وشكلهم كيوت جدًا. حبيت كمان أشارك معاكم تركاية كده في غسل اللانش باج. بدل الغسالة اللي ممكن يتقطع فيها أنا باملأ الحوض مَيّة سخنة وواحدة من فينيش أو أي مسحوق لغسالة الأطباق، وأحطهم وأعملهم بالفرشة كده بينضفوا جدًا وبيطلعوا شكلهم زي الجديد بالضبط. تعالوا نعمل لانش بوكس لحد مع بعض. هحط لهم هنا شرايح من العيش اللي بيكون بالثوم والجبنه، وعملت لهم ناجتس اللي هي نباتيه دي بالفاصوليا الخضراء، عملتها في الاير فراير وهحطها لكل واحد منهم هنا 4. هحط لهم كمان زيتون اخضر مصري، والفاكهه بتاعتهم هتكون شرايح من التفاح. هزود لهم كمان شويه من البسكوت المملح اللي بالجبنه، واخر حاجه هحطها 2 من التمر. هنزين بقى اللانش بوكس بالشوك بتاعت القطة دي شكلها حلو جدا، واخر حاجة هزودها هي حليب بالفانيليا من المراعي. ده كل حاجة هياخدوها معاهم النهاردة. السلام عليكم، الاطفال رجعوا من المدرسة هنشوف هم اكلوا ايه النهاردة. هبتدي الاول بميزو. هنا سايب واحدة من التفاح، اكل هنا معظم الحاجات وسايب برضو الزيتون. غريبة دي لان هم بيحبوا الزيتون، برضو مشربش الراني بتاعه. هشوف هنا برضو اكلت كل حاجة، سايبة شوية صغيرين من الزيتون، اكلت كمان التمر كويس، سايبة العصير. مش عارفة هما بيلحقوش يشربوه ولا زهقوا، مش عارفة. نشوف سوا. سايبة هنا البسكوت، سايبة برضو الزيتون، وسايبة اليوسفندي، برضو سايبة الحليب بتاعها. ده كل حاجة وهنشوفكم بكرة ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم، تعالوا نعمل لانش بوكس يوم الاثنين. النهارده عملت لهم بيض مقلي، هم بيسموه بيض ملخبط، وبدل ما احطه جوه الساندوتش قررت ان انا احطه لهم هو بس كده على جنب، وكمان بعد كده احط لهم العيش لوحده. ده عيش تركي بيكون طعمه حلو قوي، والفكره دي بتنفع مع الاطفال اللي ما بيحبوش الساندوتشات. الفاكهه بتاعتهم هتكون تشكيله من البطيخ والكانتالوب والاناناس مع بعض. هم بيجوا كده في علبه، وحبيت الالوان بتاعتهم جدا. والخضار هيكون شرايح من الجزر. هزود لهم دايجستيف وحليب بالفانيليا، وهنحط الشوك علشان يعرفوا ياكلوا بيها. دي بقى الشوك الجديده. فهحط لهم هنا الشوك، وكمان هزود معلقه علشان ياكلوا بيها البيض. وده كل حاجه هياخدوها معاهم النهارده. السلام عليكم، الاطفال رجعوا من المدرسه وهنشوف هم اكلوا ايه النهارده. هبتدي الاول بهنا. كلنا الجزر يا نانا؟ ايوه. ومين اداكي شوكليت؟ جانا صاحبتك. انت قلتي ما عجبكيش الكانتالوب صح؟ ايوه. كلنا البيض والعيش. لا بس البيض ما عجبكيش البيض؟ انا دقته وبالساندوتش وما حبيتهوش. ما حبيتهوش. طيب كلنا ال اسمه ايه، انا كنت حاطه ايه، لبن. ايوه وبسكوت. شطوره. نشوف ميزو. معاذ بيقول لي ما كانش في وقت يخلص كل اكله صح؟ طيب فاضل واحده من العيش هنا. العيش انضفت وقعدتني ساعتها وكنت بقعد فما كنتش قادرة. طيب جربت حاجه من البطيخ والكنتالوب؟ اكلت واحد منهم. ما عجبكش؟ كل واحد اكلت دقت واحده من كل واحد. ما عجبك ولا لا؟ يعني مش كده. مش قوي. طيب الجزر ما كلناهوش برضو؟ ما عجبكش ولا ما كانش عندك وقت؟ وده ايه اللي حصل؟ ما كلهوش. اكلت منه واحده صح؟ فضل هنا واحده صح؟ تمام. هنشوف سما. هنا اكلت سوري اكلت واحده من العيش، سايبه التانية، سايبه الجزر والكانتالوب محدش فيهم اكله، واكلت كل حاجه تانية. ده كل حاجه وهنشوفكم بكره ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم، تعالوا نعمل لانش بوكس يوم الثلاث مع بعض. عملت لهم هنا سندوتشات من البرجر معاها بس جبنه وخس.
وبحطه في الورق ده علشان يعرفوا يمسكوه ياكلوه من غير ما يقع منه حاجة منهم في المدرسة. هحط لهم كمان بسكوت بالجبنة، والفاكهة هتكون مكعبات من الأناناس، وهزود لهم كمان خضار مخلل اللي هو الجزر واللفت المخلل المصري، وهزود حليب بالفانيليا. واخر حاجة حبيت اجرب معاهم فول سوداني مملح اللي هو بيكون اسواني، وهشجعهم ياكلوه، فاحط لهم عليه شوية من رقائق الشوكولاتة نصف المحلاة، وهنزوق اللانش بوكس بالعنين والشوك. السلام عليكم. الاطفال رجعوا من المدرسة وهنشوف اكلوا ايه النهارده. ابتدي الاول بنانا. كلتي ايه هنا؟ كل حاجة ما عدا الأناناس. ليه؟ على فكرة الأناناس ده جميل، طعمه مسكر جدا. أخدت واحدة محمد. لا هما 4. خدتي واحدة ازاي؟ ده البيت الشوكة لسه محطوطة زي ما هي. كانوا 5. كان والله. طيب كلتي كل حاجة تانية؟ أيوة. طيب اصل انا يعني الأناناس امبارح لما دقته كان حلو جدا فعلا، مسكر. مشكلة. ايه اللي حصل يا معاذ؟ ما أكلتش دول عشان يعني أول حاجة ما كنتش عايزة أكل بجد. طيب دقته؟ طيب لا صح. طب ما كلناش ليه الفول السوداني؟ كلت منه اي حاجة؟ واحدة. طيب تمام. هات نشوف سما. هنا سايبة برضو اناناس، من هي اكتر واحدة كانت بتحب الاناناس. معلش يا نانا ثانية واحدة. سايبة تقريبا كل حاجة، كانت بس الساندوتش ده كل حاجة. وهنشوفكم بكرة ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. تعالوا نعمل لانش بوكس الاربعه مع بعض. عملت لهم هنا تورتيلا جواها رومي مدخن وجبنه شيدر ومايونيز وخس، ولفتهم كده وقطعتهم 3 قطع علشان يعرفوا ياكلوها. الفاكهه بتاعتهم هتكون برقوق احمر، وهزود معاه شويه من التوت الاحمر، والخضار هحط لهم شويه من الزيتون المصري الاخضر، وهزود كمان حبه من البريتسلز وكمان الدايجستيف والحليب بالفانيليا. هنحط شوك عشان تمسك التورتيلا ويعرفوا ياكلوا بيها الفاكهه، وده هيكون كل حاجه في اللانش بوكس بتاعهم النهارده. السلام عليكم. الاطفال رجعوا من المدرسه امبارح وهنشوف هم اكلوا ايه النهارده. هبتدي الاول بسما. التوت تقريبا بقى مربى، يعني هو اتحول. ما كلتش هنا البرقوق، كلت البريتسل، ما كلتش سوري البريتسلز ولا الزيتون، مع اني حطيت 2 بس، قلت يمكن تاكلهم بس لا. وسابت الحليب. بالنسبة لهنا هنا سايبة حتة من الساندويتش، ما اكلتش برضو الزيتون، شوية من البريتسلز فاضلين واكلت الباقي. وده كل حاجة. وهنشوفكم في اسبوع جديد ان شاء الله، لان هما كان عندهم لونج ويك اند، فالخميس اجازة. فهنشوفكم الاسبوع الجاي باذن الله. السلام عليكم.